حكيم زياش ولامين يامال واحد اختار المغرب عن قناعه ومن قلبه جا للمغرب، واخا تعرض لاكبر الانتقادات من الهولنديين قال لهم غنتبع قلبي ونتبع الدرابو ديال بلادي والوالده ديالي ونمشي نمثل المنتخب المغربي، وصبر لكاع الانتقادات واخا عاش معاهم ما كيحملوش حيت كيحسوا براسهم بحال الا حكيم زياش خانهم ملي جا المنتخب المغربي، وراه في اوج العطا ديالو كان ديك الساعه هو النجم الاول في هولندا، وقال لهم لا غنمشي للمنتخب المغربي، واخا تزادوا كبار وتعلم الكره في هولندا رفض يمثل المنتخب الهولندي. اما لامين يامال بدون اي تردد، بالعكس حنا اللي طلبناه وزوقناه اجي للمنتخب المغربي، حاولنا ثاني وكنبارطاجيو تصوروا وكنفتخروا والجماهير كتغوت تجيبوا لنا لامين يامال المنتخب المغربي، لكن ما ترددش باش يرفض المنتخب المغربي ويختار المنتخب الاسباني، في الوقت اللي اغلبيه المغاربه مشاو كيتفرجوا في البارسا على قبل لامين يامال باش يشجعوه وكيفتخروا وكيقولوا ليه ميسي ديال المستقبل اصله مغربي ما شاء الله، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، مشى لامين يامال وجانا ابراهيم دياز. لكن كفكره اللي بغيت نوصلها لكم، شوفوا الفرق ما شاء الله ديال حكيم زياش مع لامين يامال، في اوج نجوميه ديال حكيم زياش وكلشي كيهضر عليه في هولندا اختار المنتخب المغربي ورفض المنتخب الهولندي، سوقش الانتقادات ولا غيهرسوا ليه الكارير تاعو حيت ما دارش بكلام هولندا. اليوم هذا الشيء كامل ما كيهمنيش، انا كنتبع قلبي والوالده ديالي فيما بغاوني نمشي. المنتخب المغربي اختارته عن قناعه واخا ما يبغينيش انا اللي بغيته. وشوفوا يا الاخوان اللاعب المغربي الحقيقي اللي كيموت على بلادو وعلى الدرابو ديال بلادو، احتاج اننا نمشيو ونحزروه ونطلبوا عافاك اجي المنتخب المغربي. كما قال لنا السي فوزي القجاره، المغرب هو اللي كيشرفك انك تحمل القميص تاعو، ماشي انت اللي كتشرف المغرب واخا تكون اللي كنتي. شي علاش الاخوان كيبقى فيا حكيم زياش بزاف ملي كنشوف الانتقادات ديال المغاربه كتوجه ليه بعض الخطرات في المباريات، حيت داك السيد كان بكل سهوله يمشي للمنتخب الهولندي ويكون هو النجم الاول ديال هولندا، لكن لا، حكيم زياش كيبغي المغرب وكيموت على بلادو وكيبغي يهز الدرابو ديال بلادو. فدونك الاخوان خصنا نشجعوه ونعاونوه ماشي ننتقدوه.